جريمة وحكاية للكبار فقط. جريمة وحكاية مروعة قامت بهز الشارع الأمريكي، وكان لها أثر كبير على نفوس الكثير من الأفراد بسبب قسوتها وقباحتها. هذا ما سنعرفه اليوم ونحن نروي جريمة وحكاية. كثيرا ما نرى ثنائيات مثالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونعيش معهم أجمل لحظات حياتهم لحظة تلو الأخرى، ونتمنى أن نحظى يوما ما بحياة سعيدة كالتي لديهم، كالثنائي الشهير كريستوف وشانان واتس اللذان كانا يشاركان لحظات حياتهما المهمة مع ابنتيهما بيلا وسيليست مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت السعادة واضحة عليهم جميعا، وكانهم عائلة من الجنة. ولكن هل حقا كانوا بهذه السعادة التي يظهرون بها؟ التقى الثنائيان كريستوف وشانان واتس في العام 2011 عن طريق موقع الفيسبوك، وأصبحا مقربين من بعضهما حتى تزوجا في العام 2012، وقد كانا واقعين في الحب ويعيشان حياة سعيدة معا، وقاموا بإنجاب طفلتين، بيلا في العام 2013 وسيليست في العام 2015. ودائما ما شاركت شانان فيديوهات لعائلتها وهم يقومون بأنشطة معا وغارقين في سعادة عارمة. في نهاية العام 2015 بدأت تسوء أوضاعهم المالية لدرجة الإفلاس، ولكن ذلك لم يمنعهما من التمسك ببعضهما والمحافظة على عائلتهما وحبهما الكبير والاستمرار معا. في شهر حزيران من العام 2018 نشرت شانان فيديو تظهر به مرتدية قميصا كتب عليه عفوا لقد فعلنا ذلك مرة أخرى، وهي تفاجئ كريس بخبر حملها بطفل جديد يكمل عائلتهم المثالية. وكان كريس يبدو سعيدا للغاية بخبر حمل زوجته. وفي شهر يوليو من العام نفسه سافرت شانان والفتاتان لقضاء إجازة مع عائلة كريس وعائلتها، ومن هنا تبدأ المشاكل بالظهور في علاقة كريس وشانان. فبدأ كريس بالتصرف بغرابة والابتعاد عن عائلته وتجنبه للتواصل مع زوجته وبناته اللاتي يعشقهن كما كان يزعم، مما يجعل شانان تشعر بالحيرة بسبب تصرفه بهذا الشكل، مع إنكاره الدائم أنه يتجنبها ويبتعد عنها. ومع عودتها من إجازتها للمنزل ترى أن كريس يتجاهلها تماما ويتصرف بطريقة غريبة ومختلفة تثير الشك في داخلها. وتضطر شانان للذهاب في رحلة عمل في شهر أغسطس من العام نفسه لوحدها في مدينة أخرى، ولا زالت تلاحظ التغيير والابتعاد على كريس على الرغم من إنكاره لذلك، ويزداد شكها به حين تعلم أنه قام بتوظيف جليسة أطفال لقضاء الليل مع بناته وخروجه من المنزل لوقت طويل كما لم يعتد فعلها من قبل. هنا يأتي اليوم المشؤوم الذي تغير حال العائلة السعيدة به إلى الأبد. في اليوم 13 من شهر آب من العام نفسه عادت شانان للمنزل من رحلة عملها في الساعة 2 صباحا، وقد قامت صديقتها نيكول بإيصالها للمنزل والتأكد من دخولها للمنزل بأمان. ولكن في الصباح الباكر عندما تحاول صديقتها التواصل معها تجد هاتف شانان مغلق وليست متواجدة في مكان عملها، وقد فاتها موعدها لزيارة الطبيب من صباح نفس اليوم، مما جعل صديقتها تشعر بالقلق وتذهب لمنزلها للبحث عنها. وبشكل مفاجئ لا تجد شانان ولا الفتيات في المنزل، مما يجعلها تصاب بحالة ذعر وتخبر الشرطة وزوج شانان بأن شانان والفتاتان مختفيات. وعند تفتيش المنزل يجدون هاتف شانان وأدويتها ومفتاح سيارتها بالمنزل، بينما غطاء سريرها وأغطية أسرة الفتيات مختفية. تصرف كريس بطريقة مريبة، كان هادئا ولا تبدو عليه الصدمة من اختفاء زوجته وبناته، وبدأ في البحث عنهم
والطلب من الآخرين مساعدته في البحث عن زوجته الحامل وبناته. وقد قال أنه خاض محادثة عاطفية حادة في فجر ذلك اليوم مع شانان، مما جعله يشك بأنها خرجت من المنزل مع بناته وقررت الابتعاد عنه، وراح يستنجد بالآخرين من خلال محطات البث المحلية لمساعدته، ويطلب من شانان أن تعود له للمنزل حتى يقوم بحل مشاكلهم. تشك الشرطة بتصرفات كريس وهدوئه المريب وتضعه تحت التحقيق، وكما توقع الجميع فقد فشل في اختبار جهاز الكذب، وبعد محاولاته للإنكار اعترف أخيراً بأنه قتل زوجته في صباح ذلك اليوم، وبعدها قام بخنق بناته. ومع استمرار التحقيقات يقوم كريس بالاعتراف بقيامه بقتل زوجته بعد حصول مشادة كلامية بينهما، لأنه أخبرها برغبته بالانفصال عنها وأنه يخونها في علاقة عاطفية مع زميلته في العمل، مما جعل شانان تغضب منه وتخبره أنها ستغادر مع بناتهم وطفلهم الجديد ولن يراهم أبدا، فقام بخنقها حتى ماتت. وبحسب أقواله فأصواتهم قامت بإيقاظ ابنتهم الكبيرة بيلا من النوم لتذهب إلى غرفة والديها وتسأل عما يحصل، وتجد والدتها ميتة، فيقوم كريس بلف زوجته في غطاء سريرها ووضعها في أسفل المقعد الخلفي من سيارته، وبالتالي وضع بناته في المقعد الخلفي من السيارة والقيادة بهما حتى يصل لموقع عمله في آبار النفط، بحيث قام بدفن شانان في الأرض الخالية حول الآبار، ومن ثم قام بقتل طفلته الصغيرة سيليست التي كانت تبلغ من العمر 3 سنوات حينها، وبأن ابنته الكبيرة بيلا التي كانت تبلغ من العمر 5 سنوات التي كانت تتغنى قبل أيام مع جدها وجدتها. وهذا الفيديو مسجل على الإنترنت، تقول: أبي أنت بطلي، هو اليوم يريد أن يقتلها. حينها سألت إن كان سيفعل بها كما فعل مع أختها الصغيرة، وترجوه ألا يفعل. كل ذلك لم يستطع إيقاف الوحش بداخله وقام بقتلها، ومن ثم ألقى جثث بناته في داخل آبار النفط وعاد لمنزله كأنه لم يفعل شيئا، وتم إيجاد الجثث في الأماكن التي تكلم عنهم بشكل مؤسف وصادم لجميع الأشخاص، ويتم الحكم على كريس بالذنب على جريمة قتله لزوجته والجنين وبناته الاثنتان مع السجن المؤبد دون إمكانية حصوله على إطلاق سراح. الجريمة المروعة التي هزت ألمانيا لعقود، والحقيقة أنها فعلا جريمة بالغة الغرابة والقسوة، رغم أن بداياتها تبدو تقليدية ومتكررة مع عشرات الجرائم. فتاة في 10 من عمرها تدعى أرسولا هيرمان، أصغر الأبناء ال4 لوالدها المدرس ووالدتها ربة المنزل، كانت تركب دراجتها حمراء اللون في طريق العودة من منزل خالتها، وكان يفترض ألا تستغرق رحلة العودة التي تمر من خلال غابة واقعة جنوبية ألمانيا بالقرب من بحيرة أميرسي أكثر من 10 دقائق، ولكن عودة أرسولا لمنزلها تأجلت للأبد. فما الذي حدث؟ هذا البودكاست للكبار فقط، نظرا لما يحتويه على أمور قد لا تناسب البعض. أنا عبد العزيز الخمعلي، وأقدم لكم بودكاست ضد مجهول. وتذكروا دائما أن تقييمكم للبودكاست وتعليقاتكم المفضلة هي من تدفعنا إلى الأمام وإلى الحكاية. في أقصى جنوب ألمانيا توجد بحيرة شاسعة تسمى أميرسي، تنتشر أنهارها في قرى عمرها قرون، حيث تشتري العائلات الثرية من ميونخ منازل ثانية كبيرة على بعد أقل من 2 ميل يفصل بينهما كتلة من غابات التنوب. تلك المنطقة تجذب الصيادين والرياضيين الراكضين وسائقي الدراجات الجبلية، ولكنها أيضا قد تكون مرتعا للمجرمين وأصحاب السوابق أيضا. والدليل أنه في أواخر الصيف قبل 40 عاما كان الخاطفون يستعدون لارتكاب جريمة في تلك المنطقة، وهذا ما فعلوه.
بعد انتهاء المدرسة يوم الثلاثاء الموافق 15 من شهر سبتمبر لعام 1981. في اليوم الأول من العام الدراسي الجديد عادت أرسولا هيرمان إلى منزلها في آيشتينج. تدربت أرسولا الصغرى من بين 4 أشقاء على البيانو مع شقيقها الأكبر مايكل، ثم توجهت إلى درس الجمباز في وقت متأخر من بعد الظهر في شوندروف، واستخدمت دراجتها لتنتقل عبر الغابة على طول طريق البحيرة. عندما انتهى درس الصالة الرياضية ذهبت إلى منزل ابن عمها في شوندروف حيث تناولت العشاء هناك. وفي الساعة 27:20 مساء اتصلت والدة أرسولا بالعم تطلب منه أن يخبر ابنتها بأن تعود إلى المنزل لأن الليل بدأ يسدل ستارة. كان هناك لا يزال ضوء خفيف في السماء. المنزل ليس بعيدا، يستغرق ركوب الدراجة 10 دقائق فقط للوصول. بعد نصف ساعة شعرت الأم بشيء غريب حيث أن ابنتها لم تصل إلى المنزل، فاتصلت مرة أخرى بالعم الذي قال أن أرسولا غادرت قبل 25 دقيقة. سرعان ما علم كلاهما على الفور أن هناك خطب ما، لذلك هرع والد أرسولا إلى الغابة من آيشتينج، وفعل عمها الشيء نفسه من شوندروف. التقيا في المنتصف على طول الطريق المؤدي للغابة، فأخذا يرددان اسم أرسولا وأحدثا جلبة كبيرة بصدى أصواتهم، ولكن للأسف لم يكن هناك أي رد. وفي غضون ساعة انتشر الخبر بين الجيران، فانضمت الشرطة ورجال الإطفاء والكلاب البوليسية إلى عملية البحث والإنقاذ. كان الظلام دامسا ليلتها، والشجيرات الكثيفة تنتشر في الظلمة الحالكة، ومع اقتراب منتصف الليل وتساقط الأمطار الغزيرة الذي ساهم في زيادة صعوبة البحث في البحيرة والغابة، في آن واحد تكلل البحث بنتائج، وأهمها أنه تم إيجاد دراجة أرسولا الحمراء. ولكن السؤال الأهم، أين هي الفتاة وأين اختفت؟ بالتأكيد هذا ما كان يدور في أذهان الجميع وفي ذهنك حاليا. وفي صباح اليوم التالي انتشر الخبر بين وسائل الإعلام، ونقلت الإذاعة الأخبار الصادمة عن الفتاة المفقودة في المنطقة والجهود المبذولة من قبل ضباط الشرطة، بالإضافة إلى وجود طائرة مروحية تحلق في السماء لعلهم يجدونها بصحة وعافية، مع أن هذا الاحتمال كان ضئيلا جدا. وتم إجراء مقابلة مع والدي أرسولا وسؤالهما عن الملابس التي كانت ترتديها وعن هيئتها الخارجية، كما أنه اتضح أن والدها مدرس ووالدتها ربة منزل عائلة لطيفة وبسيطة ليس لديهم أعداء. وعلى عكس بعض سكان آيشتينج لم تكن عائلة هيرمان أثرياء قط، فقط حالفهم الحظ وتمكنا من بناء منزل بالقرب من البحيرة بسبب جد أرسولا الأكبر الذي اشترى الأراضي هناك منذ عقود. وفي صباح يوم الخميس عندما كانت أرسولا مفقودة لأكثر من 36 ساعة رن جرس الهاتف في منزل هيرمان. كان جميع أفراد العائلة مترقبون لسماع أخبار سارة، ولكن حدث العكس، حيث كانت المكالمة مبهمة وغامضة فساد الصمت الجميع. كانت المكالمة عبارة عن أغنية قصيرة تتوقف ثم تعود من جديد من البداية لتعزف ألحانها 3 مكالمات أخرى مماثلة محيرة وشريرة متبوعة على مدار ساعات، مما جعل العائلة تستدعي الشرطة الذي بدورها أخذت تسجل المكالمات على أمل العثور على الخاطف. وفي ظهر يوم الجمعة سلم ساعي البريد ظرفا موجها إلى والد أرسولا، وكان الظرف يحتوي على قصاصات ورقية تحتوي على الكلمات وأحرف مبعثرة ومبتورة من أحد الصحف المحلية، وكانت اللغة الألمانية المستخدمة فيها ركيكة. الرسالة مفادها: لقد اختطفنا ابنتك، وإن كنت تريد رؤيتها من جديد وعلى قيد الحياة فادفع 450,000 مارك ألماني كفدية. وسنتصل من جديد باستخدام الأغنية كالمرة الماضية، فقط قل إذا كنت ستدفع أو أنك لن تدفع. إذا اتصلت بالشرطة أو لم تدفع سنقتل ابنتك.
وعلى ما يبدو أن الخاطفين كانوا يتوقعون وصول الرسالة قبل عدة ساعات من اتصالهم، وكأنهم في منزل هيرمان يراقبون الوضع عن كثب. وبالفعل في ذلك اليوم رن جرس الهاتف. هذه المرة كانت والدة أرسولا هي من أجابت على الاتصال، وبدأ كل شيء كما ذكر في الرسالة. الأغنية بدأت فأجابت: إنني أوافق على دفع الفدية، ولكنني أطالب بإثبات على أن ابنتي سالمة وما زالت على قيد الحياة. أريد سماع صوتها. حينها توقفت الموسيقى ولم يرد عليها الخاطفون. هنا انهارت أم أرسولا وبدأت تبكي بحرقة، وصوتها يعلو شيئا فشيئا: تحدث معي، أعطني طفلتي الصغيرة. وانقطع الخط مشيرا إلى انتهاء المكالمة. وفي مساء يوم الاثنين الذي يصادف 21 من سبتمبر وصلت رسالة أخرى من الخاطفين إلى منزل هيرمان تحتوي على طلبات أخرى تخص الفدية، وأهمها أن الأموال يجب أن تكون أوراقا نقدية وليست شيكا، معبأة في حقيبة سوداء. وطلب من والد أرسولا أن يضع الحقيبة في المكان المحدد المجهول، وأن يأتي بمفرده ويرجع، وستعود ابنتهم إلى المنزل في القريب العاجل. ولكن الأمور أبدا لم تجري على ما يرام. تم دفع الفدية، ولكن الغريب لم يعد هناك مزيد من الرسائل ولا المكالمات. وما زالت الشرطة تبحث وليست لديها أدلة كافية، والعائلة تنتظر بيأس. وبعد مرور أسبوعين كانت أرسولا في عداد المفقودين، فقررت الشرطة البحث في الغابة من جديد. لذلك نشرت عناصرها وكلابها، وتم تشكيل فرق ليسهل البحث. ومرت الأيام، وفي اليوم الرابع وبالتحديد بعد 19 يوما وفي حدود 9 صباحا كان أحد الضباط يبحث في أحد زوايا الغابة، وهو يمشي شعر بوجود صوت يشبه الخشب تحت قدميه مغطى بالتربة. لذلك أمر أحد العناصر بحفر تلك البقعة، وبعد مسح الأوراق وكشف طبقة من الطين اكتشفوا بطانة بنية تغطي لوحة خشبية تم إزالتها فقط ليجدوا اللوحة الثانية التي بدت وكأنها غطاء صندوق بقياس 78 سنتي في 60 سنتي في 139 سنتي، مطلية باللون الأخضر ومغلقة من الأعلى بطول نصف ثلاجة كبيرة تقريبا، مطلية باللون الأخضر ومغلقة من الأعلى بإحكام باستخدام المسامير. لم يكن ذلك بالحسبان عندما فتح الضابط الصندوق. كانت بالفعل أرسولا بداخله وقد فارقت الحياة بجسدها البارد والهزيل. كان ذلك اليوم بالنسبة للجميع يوما حزينا جدا. وعلى إثر اكتشاف الفاجعة تم تحويل أرسولا إلى المشرحة لاكتشاف سبب وفاتها، ولكن الطب الشرعي صرح أنها ماتت في غضون 30 دقيقة إلى 5 ساعات من دفنها، حيث أنه لم يكن هناك أي علامة على وجود صراع أو حتى حركة داخل الصندوق أو علامات على جسدها. وافترض الأطباء بأنه تم تخديرها بأكسيد النيتروز مسبقا قبل وضعها في الصندوق. وبعد التكتم تقرر إرسال محققين لنقل الأخبار الحزينة إلى منزل والدي أرسولا. بالطبع الصدمة كانت كبيرة جدا عليهما، وكانت والدتها في حالة ذهول شديدة إلى درجة عدم تمكنها من طرح أي أسئلة. كانت حالتها يرثى لها لأنها أخذت تلوم نفسها واعتقدت أنها كان يجب عليها أن تذهب لإحضار ابنتها من منزل ابن عمها بمفردها. أما والدها فكان في حالة استنكار وتوتر، فأخذ يعيد سؤاله مرارا وتكرارا: هل أصيبت ابنته بمكروه قبل وفاتها؟ فكان جوابهم بالنفي. بعد فحص الصندوق والحفرة من قبل الخبراء تبين أن الخاطفين خططوا للإبقاء على أرسولا حية بأي طريقة ممكنة من خلال التصميم الذكي للصندوق نفسه، حيث يبلغ عمقه 1.40 سنتيمتر، مزودا برف ومقعد يمكن استخدامه كمرحاض. تم تخزين 3 زجاجات من الماء و12 علبة عصير و6 قطع كبيرة من الكعك و4 عبوات من البسكويت وعلبة علكة.
كما احتوت على مكتبة صغيرة متنوعة تتألف من القصص المصورة وروايات، وكان عددها المجمل 21 كتابا، بالإضافة إلى جهاز راديو صغير. ولتتمكن أرسولا من التنفس كان الصندوق مزودا بنظام تهوية مصنوع من أنابيب السباكة البلاستيكية التي تمتد إلى مستوى الأرض، لكن أيا كان من صممها فقد فشل في إدراك أنه بدون آلة لتجديد الهواء سينفذ الأكسجين بسرعة. ومن خلال تحريات الشرطة كانت هناك عدة نقاط مثيرة للشك، وأهمها: أولا، من المستحيل أن يكون الخاطف شخصا واحد، لأن الصندوق نفسه يزن 60 كيلوغرام ويحتاج على الأقل إلى شخصين لنقله. ثانيا، لابد أن الجناة قد عرفوا الغابة جيدا، ولا يستبعد أن يكونوا من سكان المنطقة أيضا، لأنهم اختاروا موقعا بعيدا بداخلها بعناية وتجنبوا إثارة الانتباه والشكوك أثناء حفر الحفرة. وبعد مرور عدة أيام كان من الصعب العثور على المجرمين، وفي محاولة يائسة أخرى قررت الشرطة وضع مكافأة مالية وقدرها 30,000 مارك ألماني لمن يدلي بأي معلومة صحيحة عن القضية. وسرعان ما أدلى شخص بمعلومة جديدة عن شخص مثير للريبة يدعى فيرنر مازويرك، يبلغ من العمر 31 عاما، وكانت الشرطة لديها دافع للاشتباه به من خلال خلفية حياته، حيث كان يعيش مع زوجته وطفليه من منزل يبعد مئات الأمتار عن منزل هيرمان، بالإضافة إلى أنه ترك الدراسة عندما كان في 15 عاما وتدرب في ورشة إصلاح السيارات. بسبب مهارته باستخدام يديه كان شخصا يهابه الجميع، طويل القامة، ممتلئ الجسد، سريع الغضب، ويفتعل المشاكل دائما، ولم يكن محبوبا في آيشتشينج. والأهم من ذلك كان لديه ديون متراكمة تصل إلى 140,000 مارك ألماني، مما جعل لديه دافع قوي للاختطاف. ألقت الشرطة القبض على مازويرك لاستجوابه. في البداية ادعى أنه لا يتذكر أين كان في الليلة التي اختفت فيها أرسولا، مما استغرقه 24 ساعة لإيجاد حجة غياب دامغة، حيث ادعى أنه كان يلعب لعبة اللوح ألا وهي الريسك مع زوجته واثنين من أصدقائه. وتزامنا مع تفتيش منزله وورشته لم يكشف عن شيء يربطه بالجريمة، لذلك تم إطلاق سراحه. وفي وقت لاحق وجد فريق البحث الجنائي بصمة أصبع على جزء من شريط لاصق كان موجودا في مسرح الجريمة. كانت آمال الجميع على هذه البصمة مرتفعة جدا، ولكن عند فحص آلاف البصمات من السكان المحليين بما في ذلك مازويرك خاب أملهم، لأنه لم يتم اكتشاف أي تطابق مع أي شخص. وفي شهر يناير لعام 1982 كانت لا تزال الشكوك تدور حول مازويرك، لذلك تم اعتقاله مرة أخرى مع 2 من أصدقائه استجوبوهم لعدة أيام قبل الإفراج عنهم. وبعد شهر تم استجواب أحد معارف مازويرك الذي يدعى كلاوس بفافينغر. كان ميكانيكيا عاطلا عن العمل يعاني من مشكلة الشرب، بحيث أبلغ عليه مالك المنزل الذي كان مديرا له بالإيجار الشرطة أنه في الأسابيع التي سبقت الجريمة رأى المستأجر يقود دراجة نارية مع أشياء مشبوهة مربوطة خلف الدراجة. نفى كلاوس كل التهم الموجهة له في البداية وأصر على أنه بريء. لكن في اليوم الثاني من الاستجواب عندما أخذ المحققون استراحة كان وحده مع الجندي حارس البوابة، وتفوه بكلام غريب وكأنه بدأ يعترف: ماذا لو كنت أعرف شيئا؟ عندما عاد المحققون أخبرهم كلاوس أن مازويرك طلب منه حفر حفرة في الغابة بعد أوائل سبتمبر عام 1981، ووعده بدفع 1000 مارك ألماني وجهاز تلفزيون ملون. قال كلاوس: لقد حفرت الحفرة ولقد جذبني الصندوق الذي رأيته لاحقا خلف سيارته. اقتنع المحققين حينها أنهم سيمسكون بطرف الخيط
الخيط والقضية قد حلت، لذلك طلبوا منه أن يقودهم إلى موقع الدفن، مما أثار استياءهم أنه لم يتمكن من تحديد موقعه أو حتى الاقتراب منه. عند عودته إلى مركز الشرطة سرعان ما أعلن التالي: أنا ألغي جميع أقوالي واعترافاتي، ما قلته سابقا غير صحيح لأنه مختلق. وخلال استجوابه لعدة مرات لمدة أشهر أصر على عدم تكرار اعترافه، وأطلق سراحه بالنهاية دون أن توجه إليه أي تهم، مع أن اعترافه كان دقيقا من عدة نواحي. فقد وصف موقع الدفن بالتفاصيل، كان ممثلا بارعا ومحتالا من الطراز الأول على حسب أقوالهم. وبعد عدة سنوات تم إغلاق القضية وتم تصنيفها ضمن القضايا الغير محلولة لنقص الأدلة فيها، وتم تقييدها ضد مجهول. وأعيد افتتاح القضية من جديد في عام 2000، حيث كان مكتب ولاية البافاريا للتحقيقات الجنائية يسعى لحل القضايا المجمدة. كانت قضية أرسولا هيرمان هي الأكثر شهرة والأكثر تعقيدا، لأن موتها لم يعتبر جريمة قتل، بل صنفت على أنها اختطاف من الدرجة الأولى، ومع وجود تحليل الحمض النووي على عكس العقدين الماضيين، حيث كان من الصعب التعامل بمثل هذه القضايا. تم فحص الأدلة والأقوال من جديد، وأهمها المشتبه بهم الرئيسيين، وتبين حينها أن كلاوس الرجل العاطل عن العمل الذي ادعى لفترة وجيزة أنه حفر الحفرة قد توفي. أما بالنسبة لفيرنر مازويرك فقد كان لا يزال على قيد الحياة، ويعيش مع زوجته في شمال ألمانيا، حيث كان يدير أعمالا لإكسسوارات القوارب. وفي عام 2007 تم تفتيش منزله، وأثناء البحث وجدوا مسجل شريط قديم، حيث يشتبه أن هذا الجهاز تم استخدامه لتسجيل الأغنية من الراديو لغرض الفدية، وكان لابد من الاستعانة بخبير، والذي كان لديه حق الوصول إلى التسجيلات الأصلية لمكالماته عام 1981، حيث قضى شهورا في إجراء اختبارات على جهاز التسجيل، واستنتج أنه تم استخدامه بالفعل في عملية الاختطاف. والأكثر إثارة للدهشة أنه عند سؤاله ادعى أنه اشتراه قبل أسابيع قليلة فقط من سوق للسلع الرخيصة والمستعملة، بينما كان يقضي إجازة قصيرة مع زوجته، لكنه لم يستطيع إثبات من باعه له، وطلب منه تقديم عينة من اللعاب، وللأسف لم يتطابق مع أي من الخصائص الجينية الموجودة على الصندوق. ومع ذلك وضع مازويرك تحت المراقبة، وتنكر ضابط سري لمصادقته، بالإضافة إلى أن الشرطة زرعت أجهزة تنصت على هاتفه وفي منزله. وفي يوم 28 من شهر مايو لعام 2008، وبعد ما يقارب 27 عاما من وفاة أرسولا، تكللت الجهود بثمارها، وألقي القبض على مازويرك ونقله إلى مدينة أوكسبورغ بالقرب من آيشجينج. كان والدا أرسولا ما زال يعيشان في نفس المنزل. تم اختارهما أن أيام الجاني معدودة، وبات الاعتقال وشيكا. تم دعوتهم بموجب القانون الألماني في القضايا الخطيرة، يسمح لأفراد عائلات الضحايا بالانضمام رسميا إلى الادعاء العام أو ما يسمى المدعي المشترك، وهذا يمنحهم الحق في عرض الأدلة وطلب الشهود وطرح الأسئلة على القضاة. لم يرغب والدا أرسولا في أن يواجه مرة أخرى التفاصيل المروعة لوفاة ابنتهم بعد كل هذه السنوات، وبدلا من ذلك تم الاتفاق على أن يكون المدعي المشارك هو ابنهما الأكبر مايكل، الذي كان بحلول ذلك الوقت في الأربعينيات من عمره. بدأت المحاكمة في فبراير عام 2009 أمام المحكمة التي كانت مزدحمة ومكتظة بسبب شهرة القضية، وكان خلف القضبان يجلس مازويرك الذي وصفته أحد الصحف بالمتجهم العملاق الملتحي، أمام زوجته التي كانت تحاكم أيضا باعتبارها شريكا في الجريمة. أصر مازويرك في بيان كتبه على أنه بريء حتى ينال الاستعطاف أمام هيئة المحلفين. يقول مازويرك: أعلم أنني بالتأكيد لست مواطنا صالحا وأحيانا وقحا،
وسنرى محاولات عديدة لتصويري كشخص سيء، لكن لا علاقة لي بهذا العمل البشع. كان مازويرك أشهر من نار على علم، حيث لم يجد الادعاء صعوبة في العثور على الأدلة والبحث عن شخصيته العدائية للإطاحة به والحرص على عدم خروجه من السجن، حيث أن عائلته كانت تعاني منه وخصوصا أبناؤه. ليس هناك الكثير من الأمور الجيدة لنقولها عنه كأب، والأمر لا يتوقف هنا، بل لديه سجل إجرامي طويل في مجال الاحتيال، وتم القبض عليه وإدانته في عام 2004 لتزوير الوثائق. وفي يوم ما رجع إلى المنزل في حالة ثمالة، أمسك بكلب العائلة وقتله ووضعه في ثلاجة القبو. قال مازويرك بسخرية في وقت لاحق أنه عاقب الحيوان الأليف بالنفي إلى سيبيريا، ولم يبدي أي أسف على فعلته، فكان سجله حافلا لا ينتهي. وبحسب الأدلة الظرفية التي قدمها الادعاء العام ضد مازويرك التي جعلته يرتكب الجريمة، أولا كان لديه دافع لأنه يحتاج إلى المال، ثانيا لديه الوسائل اللازمة لبناء الصندوق سرا لأنه كان يمتلك ورشة، ثالثا وجود قطعة من حزام جلدي استخدمه في بناء الصندوق تم قطعها من حزام خصر يملكه شخص لديه معدة كبيرة كمازويرك. وبالرجوع إلى عام 2007 بعد أن تم تركيب أجهزة، كانت هناك مكالمة هاتفية مثيرة للشبه بينه وبين صديق قديم من آيشتينغ، حيث ناقشوا قانون التقادم في قضية أرسولا هيرمان. والسؤال لماذا؟ تم إصدار الحكم الأخير على مازويرك في 25 من شهر مارس لعام 2010، حيث قال الادعاء كلمته الأخيرة في القضية: دفنت الطفلة حية في صندوق بدم بارد، من مفقودة إلى مخطوفة، ومن فتاة سعيدة إلى فتاة ميتة. ماذا تنتظر؟ أن نعانقك ونخبرك أنك بريء. وبعد الاقتناع التام من قبل القضاة والمحلفين تم إدانته وحكم عليه بالسجن مدى الحياة، وتم تبرئة زوجته لعدم وجود أدلة ضدها. وبعد عدة أيام طعن شقيق أرسول الأكبر بالحكم، ولم تعجبه النتيجة لأنه شعر بوجود نقص كبير في القضية، وأن الأمر أكبر من أن يرتكبها شخصين. ولكن الادعاء العام أعلن رسميا أن القرار صحيح نهائي ومطلق. وفي هذه الأثناء أرسل مازويرك خطابا إلى مايكل للإشارة أنهما كانا على نفس الجانب بطريقة ما. استمر مازويرك بالكتابة من السجن، بل أرسل بطاقة تهنئة عيد الميلاد في عام 2013. وفي نهاية المطاف رد عليه مايكل: لقد فوجئت بتلقي رسالة منك، لأنه من الواضح لك بالتأكيد أنه على الرغم من كل الشكوك التي لدي حول ذنبك، لدي تحفظات كبيرة على شخصك، وإذا لم تكن الجاني أنا أتمنى أنه يمكن إعادة تأهيلك، وإذا كنت أنت الجاني فلتذهب إلى الجحيم. من زنزانته في السجن إلى أقصى شمال ألمانيا لا يزال مازويرك يحاول تبرئة اسمه. في النهاية عزيزي المستمع، هناك أسئلة كثيرة محيرة